السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نشارك معكم الطاجين ديال اللحم بالخرشف وبطاطا والزيتون. كيجي زوين بزاف، بنين معلك، خصوصا مع هذا الوقت. فكنحتاجوا بحال هاد الاطباق هادو كيكونوا مغذيين وفي نفس الوقت يعني صحيين. غنبداو على بركه الله. عندي واحد الحبه ديال البصل متوسطه، غادي نقطعها، يعني غادي نشلطها مكعبات كيف كتشوفوا، يعني عشوائيا. يمكن لكم ديروها حتى مشنفه، ماشي مشكل. غادي نستمر بحال هكا حتى نقطعها كامله. فالكميه كتبقى على حسب يعني عدد الاشخاص اللي غادي يتناولوا هاد الوجبه. هنا عندي واحد قياس ديال اللحم، وضعت عليه هذيك البصيله. غادي نزيد واحد الدرس ديال الثومه، غير واحد. كيف كنعرفوا اللحم ماشي بحال الدجاج، ما تيبغيش كثر الثومه بزاف. وغادي نضيف شويه ديال القزبر المعدنوس، الا كان عندكم طريفه غادي يكون احسن. انا عندي هنايا كونجلي صافي. وغادي نبدا نضيف التوابل. عندي شويه ديال الملح، شويه ديال السكينجبير، العطريه بطبيعه الحال كتبقى على حسب الكميه ديال اللحم، شويه ديال البزار، شويه ديال الخرقوم البلدي. وهنا عندي واحد طريقه ديال البابريكا. يمكن لكم تستغنوا عليها. الناس اللي ما تيبغوش يديروا البابريكا في المرقه يمكن لهم انهم يستغنوا عليها. صافي هنايا غادي نضيف واحد شويه ديال زيت الزيتون. هذا خاص بالطياب. الا كان عندكم زيت زيتون ثاني فيمكن لكم انكم ديروا يعني شويه ديال زيت الزيتون مع شويه ديال الزيت العاديه باش ما تحرقش لكم. هنا غادي نقلي اللحم مزيان على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا. وغادي نضيف المرق او الماء اللي كيكون مغلي، ما نضيفوش الماء يكون بارد. صافي هنايا خليت اللحم انه يطيب ليا. وهنايا عندي واحد شويه ديال الماء مع عصره ديال الحامض، كيف كتشوفوا واحد نص حامضه اللي عصرتها. غادي نبدا دابا نقي في الخرشف. فهاد الحامض مع الماء ما تيخليش الخرشف انه يتاكسد وياخذ هذاك اللون الغامق او لا الاسود. صافي وغنبدا نقطع في الخرشف ديالي. بالنسبه للخرشف التنقيه ديالو فكنا كنعرفوا ليها بطبيعه الحال. انا غير غادي ندير طريقه على حساب المبتدئات ولا البنات اللي ما تعرفوش كيفاش ينقيو الخرشف. كاينين بنات صغار اللي باغيين يتعلموا يطيبوا. كنحيدو غير هاد الجناب. اولا تنحيدو هادوك الجناب ديال الخرشف اللي كيكونوا شويه شارفين ما كيطيبوش، كنحيدوهم كنستغناو عليهم. وتناخذوا هادو اللي كيكونوا طريين كنحيدو ليهم هادوك الجنيبات. وصافي كنبداو نحيدو هادوك الخيوط على هاد الطريقه هذه. هنا عندي الخرشف شويه غليظ بزاف، داكشي علاش قسمت على جوج. صافي وكنوضع في هذاك الماء اللي فيه الحامض باش كيف قلت ما يتاكسدش لينا الخرشف وما يكحلش. ضروري ما كنحيدو هذيك الجلده اللي كتكون الوسط بهذه الطريقه هذه. وصافي كنستمروا على هذه الكيفيه حتى كنكملوا يعني الكميه اللي عندي او اللي محتاجاها. كاينين الناس اللي كيقطعوا الخرشف ويديروه في الكونجيلاتور باش يبقى واجد. بصراحه انا جربته ولكن ما عجبنيش، ما تيبقاش فيه هذاك لوغو، ما تيبقاش شاد في راسو كيف في الاول من يلاه تتنقيه وتطيبيه. فانا ضد الفكره انني نقطعو اولا نقادو ونديروه في الكونجيلاتور. هنا كيف كتشوفوا غادي نصفيو ونعاود نشلو من هذاك الماء اللي فيه الحامض. وصافي وكندوز اللحم من بعد ما دخلوا شويه ديال الطياب غادي نوضع عليه الخرشف. وهنايا زدت بطاطا. يمكن لكم تستغنوا على بطاطا، ولكن اللي عنده الوليدات الصغار في الدار فضروري انهم يديروه. هنايا درت واحد شويه ديال الزيتون الاحمر، ودرت طرونش ولا طرف ديال الحامض المصير، وكنخلوه حتى كيطيب وكيتعلك. وكتختار هذيك المريقه وتيجي على هذا الشكل هذا.
بالنسبه للتقديم فيمكن لكم الى طيبتوه ديريكتومون في الطاجين فيمكن لكم انكم تحطوه بالطاجين ديالو. انا درت غير هذيك الجميله اللي طيبت فيها. ودابا تنحط حطه مغربيه في التبصيل. كيف كتعرفوا حنا ديما كنديروا بطاطا ديما تندوروا هي الاولى وتنحطوا اللحم وما تبقى الوسط. ما عرفتش شكون اللي اخترع هذه الحطه ولكن راه كتجي زوينه بصراحه. صافي غنستمر على هذه الكيفيه حتى نكمل هذاك الشيء اللي عندي. كيف كتشوفوا راها المريقه راها خضراء وكتجي على هذا الشكل هذا وكيجي معلك وكيجي بنين صراحه. كنتمنى انني نكون فدتكم في هذا الفيديو. بطبيعه الحال عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلي لايك ولي بارطاج مع الحباب باش تعمل الفائده. والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده وشهوه جديده.